السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مباركة، صحة والسلامة باش ما كتمناو ان شاء الله. فيديو جديد في القناة من بعد واحد الغيبة طويلة. غنحضر معكم بريوات بالكاوكاو ولي سيغار باللوز. بداو على بركة الله. هنايا عندي واحد 700 غرام ديال اللوز. خديت 300 غرام حمرته، يعني قليته في الزيت من بعد ما زولت القشره بطبيعة الحال وطحنته. والنصف الاخر اللي بقى ليا درت خليتها عادية، يعني ما حمرتوش، خديته اللوز خضر. أنا كيعجبني البريوات اللي يكونوا فيهم يكون اللوز محمر أولا مقلي. بالنسبة للكاوكاو غنحضروا الحشوة من بعد. دابا غادي نبداو بالحشوة ديال اللوز. كما قلت لكم، النص الكثير كنخليه خضر وكنحيد واحد شوية وكنقليه في الزيت. من بعد ما زولنا له القشره كنديروه في الماء اللي طايب، نزولوا له القشره ديالو ونشفوه مزيان، عاد كنجيو نقليوه، والنص الاخر كنخليه يعني خضر. بالنسبه هنايا غادي نديرو واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. اللي كتعجبو القرفه يدير معلقه كبيره، اللي ما كتعجبوش ما كيبغيش داك المذاق ديال القرفه مجهد في اللوز يدير غير واحد المعلقه صغيره. هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نجمع بالزهر. اللي بغى يدير المسكه يديرها. انا هنايا غادي ندير شويه ديال الروح ديال اللوز، واحد النقيطه ديال روح اللوز، كيبقى اختياري. وهنا غادي نجمع بالزهر. يعني الحشوه ديالنا ديال اللوز كتجمع بالزهر. هنا درت تقريبا 4 المعلقات في الاول وكنعجن وكنشوف. انا ما كنديرش الزهر في دقه واحده، كنعجن بيديا كنخلط وكنشوف باش كتجيني ديك الحشوه معلكه وكتجي رطبه، ما تجيش قاصحه وواقفه لينا في دوك لا في البريوات او لا في لي سيغار. بالنسبه الى طلقات لكم الحشوه ديالكم الزيت، كنخدموها غير بالزهر. كنعطيوها الزهر، كنرش بالزهر وكنعجن، نرش ونعجن نرش ونعجن حتى يمشي لينا داك الزيت كامل. وكتعاود ترجع لينا العقده ديالنا ديال اللوز بحال الاول، يعني كترجع لنا ناشفه وكتجينا رطبه وكتجي هائله ورائعه. فهنايا كيف ما كتشوفوني انا كنرش بشويه ديال الزهر وكنجمع. بهذه الطريقه غادي نكمل. غادي نحيدها من هاد الاول وغادي نخدمها في سطح العمل ديالي في لو بلون دو طرافاي باش تجيني ساهله نحكمها اكثر. غنكمل بهذه الطريقه وغادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه ديال الكاوكاو. حتى هو بطبيعه الحال نفس الشيء. شديت الكاوكاو، خديت الكاوكاو داك الكبير ماشي الصغير، لانه الصغير تيكون المذاق ديالو شويه مجهد. داك بلدي انا خديت داك الكبير. بغيتو تاخذوه منقي راه كيتباع منقي موجود. انايا خديته بالقشره ديالو، عاد زولت له القشره ديالو، كندهنو بشويه ديال الماء وكنخشيه في الفران وكنخليه كيتحمر على خاطرو. هذه هي الطريقه ديال الكاوكاو، وكنزول له قشرته صافي. كما كتشوفوا هنا الحشوه ديال اللوز ديالي صافي راه وجدات. كنشوف العجينه ديالي رطبه معلكه كتكور معايا بسهوله صافي. كنحبس ما بقاش نعجن فيها حتى نخرجوا داك الزيت. وراه عطيتكم الحل، الا مشيتو حتى خرجتوا الزيت راه غتبقاو تخدموها بالزهر حتى كتنشف معكم وكترجع الحشوه رطبه ومعلكه. هنايا بالنسبه للكاوكاو راه طحنته مزيان، شفتو كي ولا رطب بزاف، ما احتاجيتش بزاف ديال الزهر. كاوكاو ماشي بحال اللوز. كاوكاو تبارك الله دغيا كيتطحن وكيتعلق بحال هكا. كنعرفوا انه كاوكاو كيتلوث بزاف مع مذاق ديال القرفه. هنايا كثرت شويه القرفه، درت واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. هنايا راه عندي نص كيلو ديال الكاوكاو. فانا نسيت ما قلت لكم بلي راه كنطحنوا السكر سنيده مع اللوز ومع الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو كانت عندي هنا نص كيلو، درت 150 غرام ديال السكر باش ما يجيوناش حلوين بزاف لانه كنعسلوهم. اما بالنسبه ديال اللوز فكانت عندي 700 غرام ديال اللوز، درت 250 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للمقادير مضبوطه ان شاء الله غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف. فانايا كيف ما كتشوفوا كنحاول ندير الزهر شويه بشويه. هنا كما قلت لكم العقده ديالي ارشان طحنات مزيان وطلقات الدهنيات ديالها، فما غاديش نحتاج الزهر بزاف. نفس الطريقه كيف ما درنا العقده ديال اللوز نفسها كنعاودوها بالعقده ديال الكاوكاو. هنا كما كتشوفوا العجينه ديالي تجمعات مزيان ورطبه وكتجي معلكه، باش حتى ملي كطيب البريوات او لي سيغار كتجي ديك الحشوه ماشي قاصحه، كتجي معلكه ورطبه وكتذوب في الفم مع ديك الورقه. صافي هنايا غنغطيوهم، ضروري كنغطيوهم بالورق الغذائي اولا بالبلاستيك الغذائي باش تبقى لنا محافظه على ديك الرطوبيه ديالها وما تنشفش لينا. بالنسبه لورقه البسطيله انا كنستعمل هذه، كتجي مقرمشه وكتحمر دغيا وكنطيبهم في الفرن، يعني ما كنقليهمش وكتجي كيجيوني البريوات رائعين بهذه الورقه.
سينو الا ما لقيتوش هادي او لا ما كتستعملوهاش، ديروا الورقه العاديه ديال البخار، كتكون حتى هي رقيقه وكتكون مقرمشه احسن من الورقه العاديه. انا كنستعمل هذه. فهنا غادي نبداو لي سيغار ديال اللوز. انا قلت غادي ندير لي سيغار باللوز، والبريوات غنديرهم بالكاوكاو. نتوما لكم الاختيار، كل واحد والذوق ديالو. هنايا خديت الورقه الصغيره، حيت هاد الورقه هادي اللي كناخذ راه موجوده في المتاجر الكبرى، مرجان، كارفور، راه كاينين. كاينه الصغيره وكاينه الكبيره. هنايا باش يجيو دوك لي سيغار صغيورين وزويونين حلوين، خديت الورقه الصغيره هي باش غادي ندير لي سيغار، والورقه الكبيره هي باش غادي ندير البريوات. ضروري كنغطيو الورقه ديالنا باش ما تنشفش لينا. وعندي انا هنايا موجده الزيت والزبده، هي اللي غندهن بها مزيان الورقه ديالنا باش كتجي مقرمشه. وعلى حتى الا ما بغيتوش تدهنوها حتى الاخر ودهنوها غير من الفوق ماشي مشكل، كتجي مقرمشه وكتجي زوينه. انا هنا غادي ندهنها واحد شويه بالزيت والزبده. بالنسبه للزبده راه كنحيدو من هذاك الحليب باش ما تخسرش لينا الورقه. وصافي وغادي نبدا نعمر لي سيغار ديالي. بالنسبه لهنايا راه كتكون جهه حرشه وجهه رطبه. بالنسبه للجهه الرطبه هي اللي كتكون من التحت، والجهه اللي كتكون شويه حرشه كنديروها من الفوق وكنديروا الحشوه من الداخل. ضروري كما قلت لكم كنغطيو الورقه ديالنا باش ما يدخلهاش الهواء ولا داك البرد. وحتى الحشوه ديالنا كتغطى، كناخذ القياس اللي بغيت وكنعاود نرد داك السلوفان عليه باش ما تبردش لينا، ما تنشفش لنا الحشوه. كما كتشوفوا انا ما كنوجدش زعما كاين من قبل حرابل ولا كنكور نيشان، عيني ميزاني، كنعرف القياس ديالي وكنحط في نفس الوقت تنعمر. انا درت هاد الجويجات هادو غير باش نوريكم الطريقه، ما انا راه كنستف داك لو بلون دو طرافاي واحد 6 ولا 7 وكنديرهم بدقه واحده باش كنسربي. هانتوما كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنلصقوا اما بالبياض ديال البيض او لا بالماء والدقيق كيف ما درت انا. خرجوا لكم دوك الشنيتفات بطبيعه الحال كتحاولوا تقادوهم بالمقص، كتقطعوهم بالمقص باش يجيو دوك لي سيغار زوينين حتى في المنظر ديالهم. نعاود معكم واحده اخرى وغادي ندوزو نيشان باش نحضر معكم البريوات اللي حتى هما ساهلين، الطريقه راه معروفين كلشي كيحضرهم. وانا راه سبق لي ونزلت لكم في القناه مجموعه من معسلات رمضان ودرت لكم سلو. كاينه الشباكيه، كاين سلو، كاين عندي بريوات باللوز، بريوات الكاوكاو، كاين بزاف ديال المعسلات. غير هذا العام قلنا نديروا شي ديال الباروك، علاش لا، ونحطوا هذا الفيديو نفتحوا به من بعد هذه الغيبه هذه الطويله ان شاء الله. هنايا غندوزو البريوات. قطعنا اشرطه على هذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله، ما بغيناش نطولوا الفيديو بزاف في شي مسائل اللي تيكونوا باينين. كنهز عيني ميزاني كما كتشوفوا، ما كنكور ما حتى شي حاجه لانه الحشوه ديالي معلكه ورطبه. ملي كنطوي البريوات ديالي كياخذوا الشكل ديال داك المثلث، صافي ما كنحتاجوش انني نكورهم اولا نبدا يعني نضيع الوقت، داكشي دغيا دغيا. هانتوما كما كتشوفوا انا كنخدم وكتاخذ ليا الورقه، كتاخذ ليا لا فورم ديال المثلث على هذا الشكل هذا. راه كلشي كيعرف يدير البريوات ويطويهم، فقط غير التذكير وصافي. هنايا غنجمعهم ونفس الشيء غادي نسدهم بالماء والدقيق اولا بياض ديال البيض، كل واحد شنو كيفضل. انا دائما كندير دقيق مع الماء صافي، وكنضغط عليها باش كتجيني مسطحه ويجيوني كاع القنات عامرين، ما تجيش جهه خاويه وجهه فيها الحشوه. كيجيو كلهم تقيده وحده وكيجيو عبار واحد سمك واحد صافي بهذا الشكل هذا. وغنستمر بنفس الطريقه. اما بالنسبه للطهي ديالهم كيف ما قلت لكم انا كنديرهم في الفران، ما كنقليهمش، كندهنهم عاوتاني بشويه الزيت والزبده وكنعاود ندخلهم للفران. مخدمه على درجه حراره 160، كنقص ليه ما كيكونش مجهد باش كيطيبوا على خاطرهم، ما كنعطلهمش باش ما تحرقش لنا الحشوه اللي لداخل، يعني كتزيد تنشف لينا، غير كتحمرنا الورقه ديالنا وكتقرمش وكيجي اللون ديالهم موحد، كيجيو ذهبيين ومقرمشين. صافي كنخرجهم وكنديرهم مباشره في العسل. ما نجهدوش الفران يتشوطوا لينا، لا كنقصوا للفرن. هنايا كما كتشوفوا لي سيغار ديالي من بعد ما كملتهم كيجيو على هذا الشكل هذا. كندهنهم بشويه ديال الزيت والزبده كانت شاطت ليا. قلت ندهنهم بهم نورمالمون ماشي مشكل، يعني حيت هما اصلا الورقه مدهونه من الاول،
ولكن بقات ليا قلت علاش لا نكملها في هاد لي سيغار. نفس الشيء في البريوات حتى همايا كنعاود ندهنهم من الفوق، ماشي بالضرورة تعاودوا دهنوهم لأنه الورقة مدهونة، أنا غير حيت بقات ليا الزيت والزبدة باش ما تضيعش لي كنعاود ندهنهم من الفوق. ونفس الشيء حتى هما ندخلهم للفران كما كتشوفوا. شوفوا الطياب ديال الفران كيفاش كيجي رائع. شوفوا التحمار ديالهم وعاد تيجيو صحيين ما مقليينش في الزيت. هنايا كندير العسل، درت شويه ديال العسل الحر مع واحد شويه ديال العسل ديال السكر اللي كنت محضراه في الدار حتى هو نحط لكم في القناه. درتو هذا العام وقلت علاش لا نصوروا لكم ونحطوا لكم حتى هو كيجي ناجح 100%. صافي كنخلي هاد لي سيغار ديالي حتى كيشربوا العسل، وكنزولهم وندير تاني حتى البريوات وكنزوقوا باللوز اولا بالزنجلان. كتبقى الطريقه ديال التزيين من الاختيار ديالكم. هنايا كنحيدهم باش يتصفاو. وغادي نزيد البريوات اللي حتى هما راه في الفران حتى هما قربوا يطيبوا، غنخرجهم وغادي حتى هما نعسلهم. فدرنا شويه ديال الباروك ديال رمضان علاش لا، رغم انه هادشي كله عندي في القناه ما كنبغيش ندير الاعاده، ولكن ما فيها باس نعاودو نعاودوه ماشي مشكل. هنايا ديال الكاوكاو كما كتشوفوا ديال الكاوكاو كيتحمروا شويه اكثر، اللون ديالهم كيجيو شويه محمرين حيت الكاوكاو هو اللون ديالو غامق. اللوز حيت اللون ديالو ابيض صفر شويه كيجيو دوك شويه صفرين. بالنسبه لديال الكاوكاو كيجيو محمرين اكثر لانه الكاوكاو اللون ديالو غامق. هنايا كنزوق بشويه ديال الزنجلان. وبالنسبه ديال اللوز رشيت من فوق منه شويه ديال اللوز مهرمش بهذا الشكل هذا. كنزولو في الاول ملي كنقلي اللوز كنحيد واحد شويه باش نزوق وكنهرمشو. وهادو هما البريوات ديالي بالكاوكاو كيجيو على هذا الشكل هذا. وهادو لي سيغار حتى هما ديال اللوز رائع، نجربوهم في هذا رمضان كيجيو رائعين معلكين من الداخل. الورقه حتى هي كتجي مقرمشه والمذاق رائع. نتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وتجربوا هاد البريوات ولي سيغار اللي درت معاكم. ورمضان كريم الصحه والسلامه باش ما كتمناو. شوفوا التعليكه، شوفوا القرمشه، الورقه رقيقه والحشوه من الداخل راه معلقه ما كتجيش ناشفه. احنا راه ما قليناهم ما والو كيجيو شاربين العسل، الورقه كلها كتجي شاربه العسل وكيلصق فيهم العسل. وعاد ملي كنديروا شويه ديال العسل الحر راه كتكون الحاجه لا كاليتي ديالها كتكون زوينه. فبالصحه والراحه نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. مع السلامه.